هاعمل معاكم النهارده بقى أحلى سردين مملح أو مخلل أو أنشوجة زي ما بتسموها، ممكن تعملوه في حياتكم سهل وبسيط. وأنا عملت معاكم الفسيخ وعجبكم جدًا، وهاحط لكم اللينك بتاعه تحت في الفيديو. خلاص شم النسيم قرب، شايفين طري وزي الزبدة. عارفين يعني ايه زبدة؟ سهل جدا وطريقته كمان أسهل من الفسيخ. بس لأول مرة يشوفني أنا اسمي لميا ودي قناتي. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وكومنت حلو زيكم. هخليكم تعملوا سردين فعلا زي الزبدة، طريقته سهلة جدا. يلا نشوف هنعمله ازاي. جبت 2 كيلو من السردين. ننقي السردين البلدي موجود دلوقتي، ولازم يبقى الدماغ بتاعته حمرا زي ما انتوا شايفين، يبقى فريش كده وحلو. هنشطفه شطفة كويسة، في ناس مش بتغسله، لا لازم نغسله. هنشطفه شطفة كويسة بس ما نهريهوش لان هو سمكة حساسة. تمام. هنحطه في مصفى راسه لتحت زي ما انتوا شايفين، وتحتها يبقى طبق، ونسيبه يتصفى تماما بس في التلاجة لان الجو حر. نسيبه في التلاجة مش بره خالص. بصوا هنا كان عندي حوالي 5 دقايق بينزل كمية مية اكتر من البوري كمان. هسيبه بقى في التلاجة 4-5 ساعات براحته لحد ما يصفي والطبق يبقى فاضي مفيهوش ولا نقطة مية. هجيب ملح خشن ومعلقة شطة وربع معلقة او نص معلقة من الكركم، بس كده مش هعمل اكتر من كده. هتقولولي طب ينفع ملح عادي؟ هيعدي وهينفع، بس ممكن ينفع وممكن لا، ممكن يبقى حادق وممكن السردين ينشف منكم لانه سمكه حساسه جدا. شايفين انا شلت المصفى والطبق فاضي مفيهوش ولا نقطه ميه. لازم نوصل للمرحله دي، وباكد عليكم نسيبه يتصفى في التلاجة. هنجيب علبه بقى ونحط فيها كيس بلاستيك، وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هاخد رشه بسيطه من الملح بتاعي. انا هكتب لكم المقادير للكيلو، انا كان معايا كميه ل2 كيلو. رشه خفيفه كده بحطها في الارضيه. خلي بالكم لان السردين سمكه حساسه وبتشرب ملح مش زي البوري. تمام. هحط بقى السردين كله كده في اتجاه واحد، وهزنقهم جنب بعض. حاولوا ما يبقاش فيه فراغات بين السمكه والتانية. هحطه زي ما انتوا شايفين كده. طريقته سهله جدا وبسيطه وابسط من الفسيخ 100 مره كمان. وهدي بين كل طبقة سمك والتانية رشة خفيفة من الملح. شايفين تبقى ايدينا خفيفة قوي كده من الملح. تمام. حطيت ملح في الأرضية، طبقة من السمك، رشة من الملح تاني، وهحط بقى الصف تاني من السمك. بالعكس بحط صف بالطول وصف بالعرض، او تحطوا سمكية يمين وسمكية شمال. تمام. انا بحب احط طول وعرض زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تزنقوهم كويس في بعض. خلاص. احلى سردينه تعملوها السردين البلدي ده، بيطلع زي الزبده وطعمه حلو قوي في التخليل كمان. شايفين بقى ديني هو حطيت تاني صف ورشه من الملح خفيفه جدا. شايفين في ايدي لسه فاضل فيها شويه ملح، تبقى ايدينا خفيفه قوي في الملح. تمام. هكمل بقى على كده، بحط طول وعرض زي ما انتوا شايفين. كملت انا الكميه بتاعتي اهو. بصوا مفيش ابسط من كده. يدوب جبنا السردين شطفناه وحطيناه في مصفى يصفي، وبحطه في العلبة طول وعرض كده. وبين كل اهو انا هنا كنت نسيت احط ملح على الطبقة دي، فشلت السمكتين دول بحط بقى الباقي. وخلاص كده بقى نبقى خلصنا. شايفين برصه ازاي طول وعرض وكل السمك في اتجاه الصف، يبقى السمك في اتجاه واحد وما يبقاش فيه فراغات بينهم. خلاص. هحط بقى اخر رشة. حطيت اخر رشة من الملح معايا، وهحط رشة من الزيت مش كتير بس بقى عشان تبقى مادة حافظة وطبقة عازلة. السردين سمكة سمينة وبتنزل كمان الزيوت، فكفايه قوي كده. وهحط بقى السردين في كذا شنطه زي الفسيخ بالظبط. واهم حاجه نطلع منه الهواء. حطيته اهو في كذا شنطة. هنا كنت حطيته في شنطتين 3 كده، ومطلعة منه الهواء وربطاه كويس جدا. حطيت عليه قطعة من الفويل عشان اضلم عليه وتكتبه كمان. هقفل العلبة وهنسيبه في الجو ده مش اكتر من 3-4 ايام بالكتير. 4 ايام بالكتير قوي عشان ما تلاقوهوش حادق. تمام. عدى 4 ايام تقريبا، وممكن تفتحوا عليه كمان في اليوم الثالث. عدى 4 ايام هنشيله بقى ونشوف بقى عامل ازاي.
هتلاقوه منزل السمنة بتاعته كلها دلوقتي. وعايزة اقول لكم السردين زي ما انتم شايفين سهل جدا في تخليله، بسيط، اي حد يقدر يعمله، مش بيعمل اي ريحة مش مستحبة زي الفسيخ. والناس اللي مش بتحب الفسيخ او بتتضايق منه، السردين ده بجد جميل قوي. يعني ساعات بنجيبه من عند بتوع اللي بيعملوا الحاجات دي، بيبقى حادق او ناشف او كده، ده فعلا هيعجبكم قوي. يلا كده عدى ال4 ايام وانا هوريكم السردين بقى عامل ازاي، وازاي بنحفظه، وازاي بننضفه، وازاي نحتفظ بيه لشم النسيم، او ممكن يقعد عندنا بالسنة في الفريزر ما يجرالوش اي حاجة. بجيب شايفين بقى ما شاء الله السمك فعلا كان عامل زي الزبدة. بصوا بايدي كده الراس بتتشال من غير لا مقص ولا اي حاجة. بشيل الراس وبفتح بصباعي كده من النص، وبشيل سلسلة الظهر، وبنضف اي امعاء. انا بحب دايما اي حاجة بخللها اشيلها متنضفة. شلت اهو سلسلة الظهر، وادي السردينة حاجة كده يعني. كانت يعني اقول لكم ايه، فسيخ ولا مش عارفة اقول لكم ايه. كان فعلا طعمه حلو قوي وملحه مظبوط. شايفين اللحم طري ازاي؟ 3-4 ايام بالكتير قوي، ما تزودوش عن 4 ايام عشان ما يطلعش حادق. تمام. انا بسمع ناس بتقول 10 و15 يوم السردين هيتهري وهيطلع حادق جدا. ده سمكة حساسة ورقيقة قوي يعني. تمام. خلاص اهو وريتكم واحدة كمان. يعني هتعملوه هو مفهوش اي حاجة، واسهل من الفسيخ بكتير جدا. شايفين ادي واحدة اهي كمان. بصوا بمنتهى السهولة، شايفين جماله رهيب بجد. انا كنت قاعده اتسلى فيه كده وانا بنضفه. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها واوريها لكم في الاخر. ودي كانت اخر واحده. واوريكم برضو لتالت مره ان انا ممكن اشيل الراس عادي وانضفها من غير مقص. بس انا عشان كان الجلافز ده كانت بتتزحلق مني. بصوا بصوا السمكيه عامله ازاي. بصوا طريه وزي زي الزبده ازاي. جميله بجد. تقدروا تشيلوه زي ما هو كده في اكياس كويس قوي زي ما هو صحيح من غير تنظيف، وتحطوه في الفريزر لاي وقت انتوا حابينه. بس انا بحب اشيل اي حاجه متنضفه وتبقى سهله وجاهزه على الاكل. شايفين بقى دي طريقه التنظيف، اسهل منها مفيش. وادي الشكل النهائي للسردين، او في ناس بتقول عليه الانشوج البلدي. طعمه جميل وزي الزبده وملحه مظبوط ولطيف قوي. رشه زيت بقى وليمون، واستمتعوا باحلى سردين ممكن تاكلوه في حياتكم. يبقى انا كده عملت معاكم الفسيخ وعملت معاكم السردين. هحط لكم لينك الفسيخ تحت. شايفين بقى جماله عن قرب. وان شاء الله الفتره الجايه هنعمل وصفات حلوه قوي لشم النسيم. يا دوب بقى تلحقوا تعملوه دلوقتي، يا دوب يعني هو اشتروه وهو 3-4 ايام وتفتحوا عليه على طول. وبالهنا والشفا عليكم في شم النسيم. وعلى فكرة بيبقى موجود طول السنة. يعني ممكن تعملوه وتجيبوا كمية وتعملوه بقى تحطوه في الفريزر وقت ما نفسكم تجيبكوا ليه تاكلوا منه طول السنة. ما بيجرالوش اي حاجة في الفريزر. طعمه حلو جدا جدا جدا. جربوه. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى لايك ضروري، وكومنت حلو زيكم كده، واي سؤال انا معاكم في الكومنتس يعني. وهوريكم انا بحتفظ بيه ازاي. اهو انا نضفت الكمية كلها دي. كانت كمية ال2 كيلو ده غير طبعا اللي اتاكل وانا واقفة كده يعني. لازم غرقوه زيت كويس جدا، وبقفله كويس واحطه في ستريتش وعلى الفريزر. جربوه على طريقتي هيعجبكم جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. شايفين